لنقفو ودرب الهدى الأحمدية. عرفت طريقي إلي صديقي لنقفو ودرب الهدى الأحمدية. إلهي رجعت أبوء بذنبي ولست بما قد صنعت بريا. فهذا سجودي بساحات ذلي وهذه دموعي ملت ناظريا. وهذا فؤادي دواما ينادي أحبك ربي أحب النبي. فحبك ربي شفيع لذنبي ولولاه ربي لما كنت شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم عرفت طريقي. من خير الناس من أهل الإيمان؟ من خير البشر؟ من خير أصحاب النبي لما كان يكلمهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من ارتبطت حياته بتعلم القرآن أو تعليمه للناس فهذا خير البشر. لما القرآن؟ لأنه كلام الله جل وعلا المتعبد بتلاوته. أعظم الكلام على وجه الأرض كلام الله، وخير الكلام كتاب الله جل وعلا. ولهذا من ارتبط بهذا القرآن تعلما وقراءة وتدبرا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أذكر أنني كنت في إحدى الاحتفالات التي تخرج طلبة يحفظون كتاب الله جل وعلا. في كم من الزمن حفظوا كتاب الله؟ حفظوا القرآن كاملا في 54 يوما فقط، أقل من شهرين. في أقل من يومين يحفظون جزء. حفظوا القرآن ب54 يوما. فحضرت الاحتفال في دولة خليجية ومدينة خليجية ونحن نوزع الجوائز. طبعا تعجبت أن هناك من هو صغير بالسن يحفظ القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس بأقل من شهرين. ووزعت جائزة على أفضل طالب إتقانا في حفظ القرآن، تجويد وقراءة وصوت حسن وحفظ دقيق. أفضلهم كان عمره 14 سنة. تعرفون من هذا الشاب وهذا الغلام؟ لما نودي باسمه مسكه أحد الأخوة وجاء به ليستلم الجائزة. تعرفون ليش؟ لأنه لا يبصر. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من خير الآن؟ هذا الذي عمره 14 سنة ما عنده عين يبصر فيها لكن يحفظ القرآن كله، فعند البصيرة ليس البصر. ولا واحد يمكن طالب في الجامعة حتى جزء عامة محافظة، يمكن قصار السور ما يعرف يقرأها، يمكن حتى الصلاة لا يصليها. من خير، ذاك أم هذا؟ كيف حفظ هذا الشاب؟ وكيف حفظ أولئك القرآن بشهرين؟ وكيف ختم ذلك القرآن ب6 شهور؟ وكيف حفظت تلك المرأة القرآن ب3 سنين؟ لأن الله جعل في القرآن سر. من تعلق قلبه به وأراد أن يحفظه سهله الله عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أين الذين جعلوا لأنفسهم هما في هذه الدنيا، هدفا في هذه الحياة، أن أحفظ كتاب الله جل وعلا وحده؟
يأتي القرآن يوم القيامة مع صاحبه فيتكلم القرآن نفسه، يتكلم يشفع لصاحبه فيقول يا رب يا رب حافظ مثلا جزئين، حافظ 5 أجزاء، حافظ 10 أجزاء، حافظ القرآن كله. فيتكلم القرآن يقول يا ربي حله، يعني جمله في المحشر، فيلبس تاج الكرامة. الله أكبر. شفت اليوم الآن في حفلة تخرج في الجامعة مثلا، المتفوقين شو يلبسونهم؟ يلبسونهم قبعة وملابس خاصة ومستانسين مفتخرين لأن حفل تفوق هذا. خلص الآن 4 سنوات في الجامعة، 5 سنوات، 7 سنوات من قده. شوف الفرحة ما تسعه. علشان شنو؟ علشان يمكن 1000 واحد قاعدين يشوفونهم أو بالكاميرات يطالعونهم بالتلفزيون، وعشان شهادة جامعة حقلة فرح. لكن تخيلوا الفرح يوم القيامة في المحشر، القرآن بنفسه يتكلم يقول يا رب لبسه حله، فتأتي الملائكة وتلبسه تاج اسمه تاج الكرامة. لما تشوفونهم في المحشر اعرفوا أن هذه حفظة القرآن. أي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ فيلبس تاج الكرامة. القرآن ما يرضى بهذا وبس، فيتكلم القرآن يا رب زده يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. الناس عراه، هذين لابسين. يلبس تاج الكرامة ثم يلبس حلة الكرامة علشان أمام الناس الكل يعرفهم. من هؤلاء؟ إنهم أهل القرآن يرجون تجارة لن تبور. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن ما يرضى بهذا وبس، فيتكلم القرآن يقول يا ربي يا ربي ارضى عنه، فيرضى الله عز وجل عنه. ثم يقال له في المحشر اقرأ، يلا ايش حافظ؟ حافظ البقرة ابدأ، حافظ آل عمران اقرأ، حافظ النساء اقرأ، حافظ الأنفال اقرأ، حافظ جزء عامة اقرأ اقرأ. فيبدأ يقرأ القرآن ويرتل. من يسمعه؟ من في المحشر. من يسمعه؟ ملائكة الرحمن. من يسمعه فوقهم؟ إنه الله جل وعلا يسمعه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم درجة، كل آية يقرأ يرتفع درجة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير درجة. يقرأ سورة مريم، يقرأ سورة الكهف، يقرأ سورة يونس، يقرأ هود، يقرأ أي سورة من سور القرآن، كل آية درجة. قل هو الله أحد درجة، الله الصمد درجة. يرتفع. بل قال بعض الصحابة أن عدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن، فمن حفظ القرآن كله ليس في الجنة أحد فوقه، يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أعلى درجات الجنة لمن ختم القرآن كله. هل فكرت أن تبدأ بحفظ القرآن؟ قرر. امرأة بالأردن عجوز كبيرة بالسن، ما كانت تعرف لا القراءة ولا الكتابة، حتى القراءة والكتابة ما تعرفها، أمية المسكينة. سمعت بعض الدروس الدينية وحلقة الذكر وجلست تستمع وتنظر لغيرها يقرأ، اشتاقت، فجاءت بامرأة تقول لها علميني فقط كتابة لفظ الجلالة كلمة الله أقرأها وأكتبها. فتعلمت كتابة فقط لفظ الجلالة الله جل جلاله. فكانت تبحث في المصحف، تفتح المصحف وتدور الله 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 الله، تستمتع إذا رأت كلمة الله في المصحف، حتى بدأت تتعلم القراءة شيئا فشيئا. بدأت تتهجى الحروف ألف باء تاء، تتهجى الحروف عمرها بالستينات. تعلمت القراءة بصعوبة، ثم بدأت تتعلم الكتابة بأصعب من القراءة. بدأت تتعلم الآن القراءة والكتابة، حتى بدأت تقرأ القرآن. جاءت وحضرت بعض المراكز حلقات القرآن وعمرها بالستينات، تخيلوا. بدأت تقرأ القرآن في مجالس وحلقات القرآن. والذي يقرأ القرآن يقول صلى الله عليه وآله وسلم
والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع من؟ مع السفر الكرام البررة، مع الملائكة. اللي يقرأ بتجويد، يقرأ بحسن قراءة، الذي يرتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. اقرأ القرآن سلامة النطق، مخارج الحروف بالتجويد، هذا مع السفر الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع به صعوبة، يقرأ يلا يلا يقرأ، هذا شنو أجره؟ قال صلى الله عليه وسلم له أجران، مو أجر واحد. هذا أجر التعب، تعب القراءة يتعتع فيه، وأجر القرآن نفسه. يا الله، يمكن يقعد ساعة بآية مع المحفظ، يلا يلا يقرأ ويحفظ. هذه المرأة بدأت تقرأ القرآن في حلقات القرآن، تعلمت قبل ما تقرأ شيء ولا كلمة، الآن بدأت تقرأ القرآن كاملا بالستينات. تعرفون ماذا فعلت بعدها؟ بدأت تحضر حلقات القرآن حتى حفظت القرآن كله في بضع سنين. حفظت القرآن كله وعمرها بالستينات، في بضع سنين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يرفع الله يوم القيامة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرتفعون درجات يوم القيامة. ليش؟ لأن في صدورهم كتاب الله جل وعلا، في صدورهم القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن، من يقرأه يتأثر، من يستمع إليه يتأثر. أتعلمون أن بعض غير المسلمين ممن لا يعرف اللغة العربية أبدا لما سمع القرآن تأثر؟ إي والله تأثر. كيف لا نحفظه؟ لما لا نقرأه؟ لما لا نتدارسه؟ لما لا نتعلمه؟ أحد الأجانب من الغربيين الذين لم يؤمنوا بالله ولم يسلموا ولم يدخلوا في ديننا ولم يؤمنوا بالقرآن، جاءه أحد الدعاة إلى الله جل وعلا، قال له: أريد أن أعرض عليك أمرا. طبعا يتكلم باللغة الإنجليزية. قال: تفضل. قال: سوف أتكلم بكلام باللغة العربية، سوف أتكلم بفقرة ثم أسكت وأتكلم بفقرة ثانية، أريد أن تذكر لي الفرق بينهما، هل تشعر بشيء بين الأولى والثانية؟ قال: تفضل. فإذا به يتكلم بكلام باللغة العربية ثم سكت. قال: الآن الفقرة الثانية تكلم بكلام آخر. ثم سأله بعدها: هل أحسست بالفرق؟ قال: الفرق كبير، نعم. قال: كيف؟ هذا كلام عربي وهذا كلام عربي، ليش أحسست بالفرق؟ قال: ما أدري، لكن كلامك الثاني أحس أنه وصل إلى قلبي، وكأن جسمي اضطرب ونبضات قلبي ازدادت. والرجل ما يعرف كلمة عربية واحدة. فرد عليه هذا الداعية، قال: أتعرف ما السبب؟ قال: الكلام الأول الذي ذكرته لك كلامي من تأليفي، أما الكلام الثاني فكان جزءا من القرآن قرأته عليك، وأنت لا تعرف اللغة العربية ولا تفهمها، لكن القرآن وصل إلى قلبك. لنبدأ ونضع لنا خطة وهدف أن نحفظ القرآن كله في هذه الحياة، ونلقى الله عز وجل من خير الناس الذين تعلموا القرآن وعلموه. خلكم وإيانا نرجع لكم إن شاء الله، لكن بعد الفاصل. عرفت طريقي إلي صديقي، لنقفو ودرب الهدى الأحمدي طريقي. هذا القرآن الذي بأيدينا ليس كلاما عاديا. الله جل وعلا يقول: لو أنزل هذا القرآن على جبل، مو على إنسان من دم ولحم، لو على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كيف لو قرر الإنسان
أن يعرف تفسير القرآن كله. نحن المشكلة اليوم نقرأ القرآن لكن لا نفهم أكثر معانيه. ربما يقرأ الإنسان قل أعوذ برب الفلق منذ صغره إلى اليوم لم يسأل نفسه يوما من الأيام ما معنى الفلق، ما معنى غاسق، ما معنى وقب، ما معنى النفاثات في العقد. لا يعرف كلمات أصغر سور القرآن. لما لا نجلس في بيت من بيوت الله نتدارس كتاب الله جل وعلا؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الله أكبر، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قصة لطفل في بنغلاديش. بنغلاديش ما يعرفون اللغة العربية إلا القليل، لغتهم ليست عربية. عندهم مدرسة في بنغلاديش مشتهرة، هذه المدرسة موجودة بكثرة، يدخل الطالب فيها 3 سنوات يأكل ويشرب وينام فيها، ما يخرج إلا بالعطل، ينام حتى في المدرسة، يحفظ القرآن كاملا ب3 سنوات، 10 أجزاء 10 أجزاء 10 أجزاء. أحد الآباء أدخل ابنه إلى هذه المدرسة، خرج ابنه بعد 6 شهور طلع من المدرسة، غضب عليه أبوه، أول ما شافه يطق الباب، فتح الباب، ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ لما لم تكمل القرآن؟ باقي لك 2.5 سنين. فإذا بالابن يقول لأبيه الحمد لله ختمت القرآن كله. يا لها من فرحة، يا له من فوز، يا لها من نعمة عظيمة أن يحفظ الإنسان القرآن كله. لو البقرة وآل عمران، لو الواحد قال أنا أبي أحفظ البقرة وآل عمران بعطلة من العطل، 1 سنة واحدة أبي أحفظ البقرة وآل عمران، ترى الأمر بسيط جدا. تعرفون ماذا سيحصل؟ يأتي يوم القيامة غمامتان تظللانه، الناس تحت الشمس يحترقون، وهو أينما يمشي في المحشر الغمامتان تظلانه، يعيش في نعيم ليس مثله نعيم. ليش؟ لأنه حفظ البقرة وآل عمران. احفظ الله يحفظك. من حفظ كتاب الله عز وجل فهو في نعيم في هذه الدنيا قبل الآخرة. بل أحيانا بعض الذنوب والمعاصي الواحد تدعوه نفسه لها، لكن لما يتذكر بعض الآيات من القرآن التي في صدره فإنه يحفظ. أيما إهاب، شنو الإهاب؟ يعني الجلد، أيما إهاب فيه شيء من القرآن فالنار تحرم عليه. حرم الله النار على جلد فيه شيء من كتاب الله جل وعلا. كيف بالذي يتلوه آناء الليل وأطراف النهار؟ من المحسود في هذه الدنيا؟ اليوم الناس تحسد من؟ الناس تحسد اليوم رجل مليونير، تحسد الناس واحد يمشي بسيارة فارهة، تحسد الناس اليوم من؟ تحسد فتاة متزوجة من رجل ذو منصب وغني ودللها. الناس يحسدون واحد عنده شهادة عالية، لكن في الشرع لا يغبط الإنسان ويحسد حسد شرعي إلا 2. من؟ أحدهما رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، هذا هو المحسود لا غيره. خلينا نشوف إياكم هذا التقرير في حفظ كتاب الله جل وعلا وتلاوته وتدارسه، وتمنى أن تكون مثل هؤلاء، ونرجع وإياكم إن شاء الله لكن بعد هذا التقرير. عرفت طريقي إلي صديقي لنقفو ودرب الهدى الأحمدية. لأول لحظة في العمر ألقاه، فلو أدري الكلام لقلت أهواه،
الساعة الأولى أنست به فعشت بحب ما أوحى به الله وسابقت الأحبة في تلاوته وأنعم حين ألقاهم برقياه ولي شيخ إذا رتلت ألمحه تقبلني من الإعجاب عيناه وأبحر في مدى الدنيا وعالمها إلى زمن تعدد في زواياه أرى حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله الله. على حلقاته عشنا طفولتنا وفي سنواتنا الأولى حفظناه يزيد وداد صحبتنا بصحبته وتأتلف القلوب إذا تلوناه وكان الحب للقرآن رائدنا وما نلنا الأمان البيض لولاه أتذكر كم تزاحمنا نرتله فعلمنا إخاء ما نسيناه فإن حفظوه أولادي فأمنية أنال الله قلبي ما تمناه وإن الجود للقرآن موهبة بها يهدي لنا المولى عطاياه ومن أحيا كتاب الله أوله به يلقى الإله إذا توفاه به يلقى الإله إذا توفاه. فتاة صغيرة ربما لم تتجاوز 8 أو 9 من العمر في مسابقة دولية للقرآن الكريم مصورة وموجود حتى التصوير في الإنترنت، تجلس على الكرسي في منصة الاختبار، والكاميرات مسلطة عليها والأضواء، وأمامها جمهور ولجنة تحكيم. الرجل منا في هذا الموقف ربما ينسى، ربما يتلعثم في قراءته للقرآن. وبدأ الاختبار لهذه الطفلة الصغيرة، تلك الصبية التي في قلبها كتاب الله جل وعلا. يسألونها أسئلة غريبة عجيبة، من يسمع هذا الاختبار يستغرب كيف طفلة بهذه السن تحفظ مثل هذا الحفظ. يأتون لها برأس آية في كتاب الله جل وعلا، رأس آية من أي سورة، ما يقولون لها حتى أي سورة. مباشرة ماذا تقول البنت الصغيرة؟ هذه الآية رقمها كذا، في سورة كذا، في صفحة كذا، والسورة عدد آياتها كذا، وهي مدنية أو مكية، وتقول رقم الصفحة ورقم الآية. ليس هذا فقط، بل تقول هذه الآية في الجهة اليمنى أعلى الصفحة أو أسفل الصفحة، ثم تبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتبدأ بتلاوة هذه الآية وما بعدها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عمرها بالثمانينات تقول أنا عندي بنتي الصغيرة هي الوحيدة اللي لما قررت أحفظ القرآن بدأت تحفظني. تقول بدأت أحفظ معها كل يوم بضع آيات. عمرها بالثمانينات الأم، آخر عمرها تبي تلقى الله بهذا. تقول ب4 سنوات ونص حفظت تقريبا نص القرآن، 4 سنين ونص يوميا أجلس معها تحفظني. شوفوا البنت ليس فقط الأم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تقول جلست أحفظ لين بنتي تزوجت. تقول ما عندي أحد يحفظني، نص القرآن بس حفظته. زوجها لما علم أن زوجته زوج البنت لما علم أن زوجته كانت تحفظ أمها العجوز، أجر بيت عند بيت أم زوجته، أجر شقة يم بيتهم. وكانت زوجته كل يوم
تذهب بضع ساعات إلى أمها العجوز تحفظ معها كتاب الله جل وعلا. يقولون ما أمضت هذه الأم 6 سنوات إلا وحفظت القرآن كاملا، عمرها بالثمانينات. أسألك بالله سؤالا، كم تحفظ وكم في جوفك من كتاب الله جل وعلا؟ هل تصدقون أن من البشر اليوم من المسلمين من يحفظون أغاني كثيرة وأشعار عديدة، يمكن بعضهم والله مئات الأبيات من الشعر، لكن سلوهم عن كتاب الله جل وعلا لا أدري، لا حفظا ولا قراءة ولا تفسيرا ومعنى ولا أحكاما، ما يعرفون شيئا من كتاب الله جل وعلا. طفل عمره 6 سنوات يحفظ القرآن كاملا، ائتيه بأي آية يكمل ما بعدها، عمره 6 سنين. وبعض طلاب الجامعة اليوم لو نسألهم اقرأوا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ما يستطيعون إكمالها. سلوهم عن بعض الآيات في جزء عما ما يعرفون من أي سورة تلك الآية، ما يعرفون. ليش؟ لأن أعمارهم ضاعت، أفلام، مسلسلات، أغاني، طرب، بلاي ستيشن، ماسنجر، انترنت، ضاعت الأوقات والأعمار. لو الواحد فينا كل يوم بس نص وجه من القرآن، والله كلها بضع سنوات والقرآن كله في صدره. ابدأ من اليوم، اجعل لك هدفا لتلقى الله عز وجل من خير الناس، لتحلى بتاج وحلة الكرامة عند الله، لترتقي عند الله عز وجل، لتظلك الغمام بسبب حفظك لكتاب الله جل وعلا، ليحرمك الله من النار لأن في صدرك شيء من القرآن. نلقاكم إن شاء الله في حلقة من الحلقات المقبلة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفت طريقي إلي صديقي